لقاء عادل الهاشمي في حراسة المرمى، سعيد سليمان ومحمد مرزوق. وليد عباس بدر لعب لك كرة إلى يوري سيزار، أو هذا سعيد سليمان، عرضية عالية، المحاولة تتخلص، تعود مرة أخرى. جليرمي يحاول إبعاد ثم تسديدة راحت بعيدة إلى ضربة مرمى، إلى ضربة مرمى. هذا هو لابلوكا صاحب التسديدة الأخيرة والمحاولة الخطيرة التي عادت العارضة بقليل في تسديدة أولى. يلعب لك كرة إلى إيغور بتسديدة من مسافة بعيدة، لكن حارس المرمى اللي عنده 28 سنة، من تأسس في إدارة الزين في نادي العين، واللاعب اللي يلعب مباراة رقم 84. كرة بتعود الآن إلى مهدي قائدي، عرضية ممتازة، والكرة في الشباك، الكرة في الشباك. قائدي اللي قام بالدور الكبير، لكن أندريس فونبرغر يسعد هذه الجماهير القليلة الموجودة. النمور تكشر عن أنيابها بدري ويسجلون أول الأهداف. أندريس من يسجل الآن هدف السابع يا غازي والحالة الإيجابية، غازي والأرقام الإيجابية. عادت مرة أخرى لوكا ميليغوفيتش، عرضية أخرى بالرأس لكنها مرت وعدت إلى ضربة مرمى في اللقطة واللعبة الأخيرة خلف المتصدر نادي الوصل. كرة منقولة الآن، عرضية، محاولة بالراس بنفس الطريقة لكن غريبة يا راميريز. هذه لا تضيع يا برايان راميريز ضيعها في اللقطة الماضية. كرة بتعود مرة أخرى ليحيى الغساني يبحث عن زميل. الكرة العرضية عادت مرة أخرى عالية، المحاولة بالراس والكرة بتعدي بتمر إلى ركلة. عادت مرة أخرى إلى يحيى الغساني يحيى، تمريرة حلوة، جليرمي سقط والكرة فيها إبعاد. في اللعبة الأخيرة راحت إلى رمية تماس. هذا هو اللاعب جليرمي، وهدف التعادل للفرسان، لكن حارس مرمى اللي يمسك الكرة الماضية بكل هدوء، حارس المرمى حمد المنتظر منا سعيد عزة الله. يلعب له كرة أمامية، إيغور سددها، الكرة تتخلص هذه وتبعد. قائدي راح يمر، قائدي مر وتقدم. قائدي يبحث عن زميل، يلعب له كرة إلى برايان راميريز سددها راميريز، الكرة راحت إلى ضربة مرمى. برايان راميريز لاعب الأرجنتيني صاحب 23 سنة، اللاعب اللي تأسس مع نادي بينفيلد ثم انتقل ليتواجد في دوري أدنو عند التفوق والتقدم بهدف. حتى هذه اللحظة انتصار تاريخي. هل يستمر؟ الكرة ما هو القرار؟ الجزاء لمصلحة الفرسان، ركلة جزاء يذهب إلى الفار اللي راح يحتسب من قبل الحكم سلطان محمد صالح. يتخذ القرار الآن. بطاقة حمراء، منصوري متخصص، لكن مونس دبور ضيعها مونس اللي كانت الجماهير تنتظر أن تستانس يا مونس دبور. على أرضية الملعب، كرة بتعود إيغور جيسوس يسدد، لكن حارس المرمى لا يجد صعوبة في الامساك بالكرة. المحاولة وصلت، جليرمي لعب له كرة ليحيى الغساني سددها، يا عيني الغساني، يحيى ليحيي آمالهم، يحيى ليسعدهم، يحيى ليعيدهم مرة أخرى. يحيى يسجل الآن، منقولة من الغساني، يحيى عرضية عالية، محاولة خطيرة، تسديدة وهدف ثاني. قلبوا النتيجة ريمونتادا للفرسان، سجلوا الثاني الآن في شوط المباراة الأول. سعيد عزة الله أسعدهم في الديربي بهدف صاروخي، لكن الآن يسعدهم بهدف فيه ذكاء كبير من سعيد عزة الله. ركنها في اللقطة الماضية، كرة القدم في الراس. وليد عباس يلعب له كرة لبدر ناصر، منقولة عرضية بالراس، لكن أيضا القائم يتعاطف مع المنصوري في اللعبة الأخيرة. إيغور
كاد بأن يسجل هدف ثالث في شوط المباراة الأول. قلبوا لنا عودة مع بداية شوط المباراة الثاني. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي محمد الشامسي. أما الآن الكلمة تعود مقابل هدف شوط ثاني أيضا يبدأ بنفس الأسماء نفس اللاعبين، لا تغييرات. 10 مرات رقم تاريخي. الكرة منقولة الآن عرضية، محاولة بالراس تتخلص، تصل سهلة لحارس المرمى. غليرمي نقلها مونيس دابور يعوض. الكرة راحت إلى ركنية. براين راميريز هو اللي أبعد الكرة الأخيرة، والمحاولة الخطيرة التي عدت ومرت والمحاولة يحيى لعب الكرة إلى برونو، سددها برونو، لكن الكرة راحت سهلة لحارس المرمى حمد المنصوري. راحت سهلة المنصوري اللي يمسك الكرة الماضية بكل ثبات. هذه التمريرة والمحاولة لبرونو، ثم برونو سدد، وحارس المنوري لعب الكرة إلى مونيس دابور. مونيس دابور بتمريرة إلى الغساني. الغساني يخلصها خلص الغساني. خلص الغساني، سجل الثاني لمصلحته. الغساني يقلب النتيجة، بل يؤكد التفوق للفرسان. ثلاثية لنادي الشباب الأهلي، 3 للفرسان، لا شيء أو هدف الاتحاد كلمة. يحيى الغساني وثنائيته في شوط المباراة الثاني يقضي على آمال النمور. هذه الكرة شوف يوري وقوة سليمان، والاثنين في نفس الجهة. كرة عادت الآن إلى مونيس دابور، تمريرة حلوة، لعيب يا سلام يا الراية تمريرة، شو سلسلة من التمريرات، ثم التحرك بعد ذلك اللي كان موجود فيها شك كبير. اللقطة الماضية إيغور، والإنهاء الجميل. شوط المباراة الثاني يصنع هدف آخر لنادي الشباب الأهلي قبل أن يترك أرضية الملعب. بدر برونو سددها، برونو راحت سهلة لحارس المرمى. نادي اتحاد كلبة لحمد المنصوري، 1 لاعبين في شوط المباراة الثاني بأكمله ومنذ الدقيقة 37. ألف مبروك للفرسان، هذا الانتصار هارد، لكن نادي اتحاد كلبة الخسارة في هذه المواجهة. إلى أن نلقاكم في لقاءات أخرى قادمة، تقبلوا تحياتي محمد الشامسي. أما الآن الكلمة تعود للزميل العزيز طارق الحمادي، تفضل.